الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. خلينا حته بقى قضيه لازم نوضحها للناس. من كلامنا كله انه الاعوجاج عمليه ده معتقد، بس في كلام حضرتك وانت بتتكلم بتشير الى انه في علاج تحفظي في بعض الحالات. عايزين نوضح الحته دي. تمام. مش اي مريض اعوجاج محتاج عمليه. لو احنا قلنا النسبه العامه بتاعت الناس اللي عندهم الاعوجاج في العمود الفقري هيبقى تقريبا 1 ل 2% من البوبوليشن، ده رقم كبير جدا. لكن هل بقى النسبه اللي بتحتاج منهم عمليات كام؟ حوالي 10% من اللي عندهم اعوجاج. فمعنى كده ان 80 ل 90% من الحالات مش محتاجه يعني عمليات، وده من فضل ربنا علينا وحكمته بينا. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقسم المرضى لثلاثه، يعني ثلاثه كاتيجوريز او ثلاث مناطق. اقل من 20 درجه اعوجاج، ودول بنتابعهم. بس يعني ايه بنتابعهم؟ يعني ما انهم اشعه كل فتره زمنيه حسب السن بتاعهم من 6 شهور لسنه، ونشوف هل بيتطور الاعوجاج ولا لا. من 20 ل 40 دول اللي بيبقوا ايه في مرحله الكلوز يعني الاوبزرفيشن مع كونزرفتيف مانجمنت. كونزرفتيف مانجمنت يعني علاج تحفظي، يعني هنعالجه من غير ما يعمل عمليه، وده اللي بينفع فيه قوي العلاج الطبيعي، اللي هي بنعمل حاجه اسمها سكوليوزس سبيسيفيك اكسرسايزز، ودي تمارين مخصصه للاعوجاج العمود الفقري. بنحاول نمنع الاعوجاج ان هو يوصل لمرحله العمليه. او بنعمل البريسس اللي هي الاكسترنال بريس اللي هو زي القميص كده بيلبسوه الاطفال فتره زمنيه من حوالي 16 ل 18 ساعه في اليوم، علشان نمنع الاعوجاج ان هو يوصل لكام؟ ل 40 اللي هو السيرجيكال ثريشولد اللي احنا بنحتاج نعمل فيه العمليه. وبيجيب بنسبه كبيره نجاح في الاريا دي. لكن لازم نشخص المريض في المرحله دي يكون لسه ما وصلش لسن البلوغ وعنده الاعوجاج في هذا الكاتيجوري. لو الاعوجاج اكتر من 40 درجه بيبقى بقى ساعتها القوه اللي على العمود الفقري البايوميكانيكال فورسز مختله. فلو وصل ل 40 الابحاث كلها بتقول ان هو هيظل يزيد طول العمر. فمعنى كده ان احنا لو وصلنا للرقم ده يبقى احنا لا مفر ان احنا ندخل جراحيا. فهو ده ولكن اللي بيوصل ل 40 دول مش كتير. يعني احنا اخذنا الناس كلها لا، يعني انا قاعد ببقى في العياده حالات كتير قوي بريفير للفيزيوثيرابي وبنعمل بريسس علشان نتجنب العمليه.